مشاهد من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. الماتش خلص من يومين وحفلنا ويعني وزقططنا وسفينا وعملنا كل اللي نفسنا فيه جماهير الأهلي، لكن لازم نقف عند شوية لقطات كده حصلت في الماتش. وأولها يعني ناخد بن شرقي كده نجم الماتش ونتكلم عن اللي عمله كان إيه المزاج الرايق ده. يعني كان واخد فنجان قهوة حلو قوي كده قبل الماتش، مروق باله ومروق دماغه ومخلي مزاجه عالي العال. تروح للجون الأولاني تلاقيه إن هو كان بره ال 18 أصلا. لما حسام عبد المجيد صلح الكرة لطاهر قرر ان هو يدخل ويستغل المساحه اللي سابها حسام عبد المجيد في ظهره ويلعب الكرة بطريقه الهاند بول جوه السبع متر. الكرة اتحدفت له، راح داخل بدماغه زو على طول. مهدي سليمان ما لحقش حتى، يعني تحس مهدي سليمان الفلاش عمى عينيه والكرة بتخش جوه الجول. في الشوط الجول الثاني بقى يعني باصت حسام عبد المجيد لشحاته، لكن فتوح من حظنا الحلو قرر انه يتدخل. جات له الكوره وراح بيها على ال 18 وجاي من وراه شحاته قطر. قال له مع السلامه انت يا شحاته، لو هتجيب لنا حاجه من تحت بقى ايه كلمنا. وقال له ما وراح مفسحه كده وراح مدي باص بقى لحسين الشحات. قال له خلص بقى، خلص بقى وصالح الجمهور بقى. بس يا ريت ما تشوطهاش في جسم المهدي سليمان، برضه اداله التعليمات. وفعلا حسين الشحات يعني نادرا لما بنشوف لعيب مصري بيلعب تشيب من فوق الجون في الانفراد، وحطها حلو قوي 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 قوي. وكان دي تاني لمسه من لمسات الساحر والثعلب بن شرقي. حتى في الجون الثالث، يعني الجون الثالث بقى اللي هو ملعوب بمزاج عالي قوي قوي، بقول لك كان بياخد شوط قهوه كده بين الشوطين. آه كوكا اداله الكوره وجري له عشان ياخد التو. برضو بن شرقي قال له لا مع السلامه انت يا كوكا، لو شفت فتوح تحت يبقى سلم عليه. وراح عامل 1 2 برضو مع اللي مزاجه رايق قوي. شوف لما اتنين لعيبه يبقى لعيبه كبار وبيلعبوا بعقلهم. عمل 1 2 مع امام عاشور، تمريره امام دوا. وبرضو بن شرقي كان الموقف صعب، يعني لا انا بتهيألي لو زيزو كان رجعها تاني لورا لتريزيجيه القادم من الخلف. الجون قدامك وكان ضغط عليه الونش برضو، لكن بص قلب ما جراح داخل يعمل عمليه قلب مفتوح والله العظيم. حطها بكل هدوء وروقان. واحنا عايزين نعرف نوع البن بتاعك ايه يا بن شرقي الصراحه. لمساته في الثلاث تجوان ووجوده كان في الماتش مطمنك. يعني حتى لما الزمالك ضغط الشوط الثاني، لما الاهلي كان بيقطع كرة وهجمه مرتده ويستلمها بن شرقي، تعرف ان في خطوره هتحصل. برضو من اللقطات المضيئه ولازم نقف عندها كتير، ولازم برضو نقول ان احنا قلقنا منها لما شفنا التشكيل اللي هي ثنائيه بيكهام طاهر في الجبهه اليمين. احنا قلنا ان فتوح وبنتايج هيروقوا الجبهه دي، ومعاهم بزيرة اللي لعب اول الماتش ناحيه بيكهام وطاهر. ما شاء الله الجبهه دي خلصت على فتوح وبنتايج وبيزيرة وعدي. ونزل شيكو بنزا الشوط الثاني برضه ما عرفش يعمل معاهم حاجه. نزل ادم كايد برضه ما عرفش يعمل معاهم حاجه. وكان كمان في لقطه كده برضه كريزه كده حلت الجبهه دي، ترقيصه بيكهام لشيكو بنزا وكايد مع بعض في 3 سم، خلاهم الاثنين يحضنوا بعض. انا يعني انا صدقت ليه بقى سموك بيكهام، واحنا طول الموسم مش عاجبنا ادائك ومش عاجبانا الصفقه. لكن اللقطه دي اكيد بقى حد شافك في الناشئين عملتها وسماك بيكهام الصراحه. وطاهر برضه ادى في الجبهه اليمين صراحه، كان دفاعيا هو يعني اثبت لنا ان هو كان افضل من زيزو انه يبدا الماتش، لانه كان قافل الجبهه حلو قوي. وطاهر كمان ادى الدور الهجومي قوي لغايه ما خرج. وبرضه بيكهام عمل ترقيصه كده برضه لبزيره حلوه تفويته كده. بيكهام كان برضه مزاجه عالي قوي، شارب من نفس البن بتاع بن شرقي. برضو من اللقطات المضيئه برضو ترقيصه امام للناصر منسي، وترقيصه امام لبزيره. وامام الشوط الاولاني كان الدور بتاعه دفاعي، كان بيساعد الفرقه انها تطلع بالكره من الضغط بتاع خط نص الزمالك. لان هو كان اللعيب الوحيد اللي قادر يلف بوسطه وياخد فاول ويقع ويهدي اللعب. ما كانش ليه دور هجومي الشوط الاولاني امام. لكن صراحه كان مكانه افضل من ديانج. يعني هو ثنائيه امام ومروان الدفاعيه افضل من ديانج ومروان، لان لما في حاله الهجوم بنحتاج امام بنلاقيه. برضه كانت من اللحظات المضيئه برضه في الماتش ده بالنسبه للنادي الاهلي. شوبير يا جماعه، اوفا شوبير. مصطفى شال ضربه الجزاء حلوه قوي. حسام عبد المجيد من الناس اللي بتشوط ضربات الجزاء حلوه قوي وعنده برود اعصاب. لكن هو الظاهر برضه بقول لك هو كان ايه يعني مش موفق في الماتش ده، خلينا نقول مش موفق. واتسف عليه سف ان هو العميل المزدوج، ويعني لبسوه تيشيرت الاهلي في الكوميكس وكده. ولو انه يعني مظلوم، هو اتظلم في ماتش الاهلي كتير. لكن هو ضيع ضربه الجزاء وبرضه اوفا صدها حلو. حتى لقطه زيزو وهو عمال يشاور لمصطفى شوبير ان هو هيلعب يمين يا مصطفى،
عندنا جاسوس قال لنا الزاويه. فاللقطه دي كانت مضيئه. اللقطه الثانيه المضيئه هي وجود سيف الجزيري، كوره سيف الجزيري في اخر الماتش. كانت النتيجه 3-0، لكن الكوره برده كانت خطيره، وشالها مصطفى شوبير حلو قوي قوي قوي. وعايز اقول لك ان من حسن حظنا ان الجزيري ما بداش. الجزيري في ماتشات الاهلي بيبقى رايق ومركز وناوي يأذي الاهلي. ويعني بقول لك من حسن حظنا ان هو بدا بعدي وناصر، يعني ناصر كمان ما كانش موفق. واللي يضايق على كده ان كوره ناصر في الشوط الاولاني كانت النتيجه 0-0، وعدي على يمينه فدان فاضي ومظبط نفسه ومسنتر الناشن كان على راي ميمي الشربيني الله يرحمه، ومجهز نفسه ان ناصر يبصيله عشان يشمعها في مرمى شوبير. لكن ناصر منسي قرر ان هو لا انا الاسطوره، راح شايط الكره في الزاويه البعيده، وطبعا راحت ايه في الوبا. راحت في الوبا، وده كان من حسن حظنا، وده كان هيدخل الزمالك في الماتش متقدم. الفرصه بتاعت ناصر منسي دي برضو من اللي لازم ما ننساهوش، خط الدفاع سواء كوكا ولا ياسين في صد جبهه بيزيرا، وجبهه هادي رياض كان بيغطي على بيكهام وعلى على طاهر، بس خانوا الحظ بس في كوره بنتايج لبسوا بيلين بالبلدي كده. وهم المغاربه اذكياء الصراحه، يعني انا بشوف ان المغاربه بيعرفوا يتعاملوا ازاي ياخدوا بيلين، ازاي يحط نفسه في دايره هدف، اذكى مننا في التعامل ده. فلبسوا بيلين. لكن هادي رياض عمل ماتش حلو قوي قوي قوي، وطمنا على المكان بتاع ياسر ابراهيم. يعني ياسر ابراهيم ربنا يرجعه بالسلامه، لا هادي رياض كويس، وعقبال ما نشوف عمرو الجزار ان شاء الله. برضو من النقط المضيئه واللي ما تتنسيش يعني في الماتش دوت، ديانج يا جماعه. ديانج يعني زي ما تقول كده ربنا كرمه ولبس شرط الكابتن قبل ما يمشي، قبل انتهاء الموسم بماتشين. يعني للمره الاولى في تاريخه، كانت لقطه حلوه قوي، وهو كان فرحان بيها قوي حتى في اوضه اللبس. وفي الممر اللي مقضي لاوضه اللبس كان عمال يهزر ويقول لهم انا الكابتن كله يسمع كلامي. شرط الكابتن تقيله قوي يا كابتن، تقيله قوي، وبتفرح لما حد يلبسها، وشفنا علي معلول قبل كده لما لبسها. لكن هو حظه ان هي جات له، يعني هي حظه ان تريزيجيه خرج وبيكهام خرج، فهو اللي وهو ادى للاهلي كتير ديانج الصراحه. وشفنا معاه ايام حلوه كتير، فبالتوفيق ليه في فالنسيا لو رايح فالنسيا يعني. برضو من النقط المضيئه بقى اللي انا عايز اتكلم عليها في الاخر، اللي هو الجمهور. كلاحه جمهور الاهلي مشهور، يعني الفيديوهات اللي بعد الماتش بقى احنا سامعين العب يا زمالك العب، فاكرين جمهور الزمالك اللي كان بيهتف، طلع جمهور الاهلي هو اللي كان بيهتف العب يا زمالك العب. وقعد بقى في مباراه كده بين الجمهور الاهلي وجمهور الزمالك واحنا كسبانين ومزاجنا رايق، العب يا زمالك العب، سمعنا يا عم الحدوته. بص انا عايزك تدور على الفيديوهات بتاعت الجماهير وتستمتع طبعا. والدخله الاسطوريه، انا الدخله دي حلوه قوي 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 قوي. دخله الزمالك كويسه، وسبيستون وكرتون وبتاع وانمي وبتاع وريدي ومش ريدي، لكن دخله الاهلي السري دي ايه ده؟ صالح سليم ثابت البطل المشجع، عم حسين عفيف الله يرحمه قدام الجماهير، كانهم بيقولوا للعيبه فوق وانتوا بتلعبوا في الاهلي، ما بتلعبوش لنفسكم. بس دي كانت اللقطات المضيئه في ماتش القمه. اكون اتمنى يعني اكون لميت لكم كل حاجه عن الماتش، يعني اتمنى يعني وتكونوا التحليل ده اداكم كل حاجه عن الماتش. سلام.